شجعوها يا شباب، ايه رايكم؟ بصوا من بعيد ومميزين نبره صوتها. نرجع نكمل يا ماما هدى. معايا حد بيطبله، معايا حد مثلا ليله بتحييها في فرح شعبي، مثلا انا عندي حنه وعاوزاكي تبقي معاكي فرقتك وتجي لي في فرح شعبي، تكلفه الليله دي تبقى كام؟ قابلت ماما هدى، ماما هدى الجميله الفنانه الشعبيه. انا كنت نزلت لها مقاطع امبارح تقريبا كان الجمعه. انا كنت مصوره الفيديو من حوالي اسبوعين، بس كان عندي حاله وفاه فاتاخرت عليكم في تنزيل فيديو صوتي انا من ضمنهم المقاطع بصوت ماما هدى الفنانه الشعبيه الجميله. ميرسي. انا بحب الفن جدا جدا، اعوذ بالله من كلمه انا. بعشق الفن، بعشق الموسيقى الجميله اللي هي بتاعت الزمن الجميل، مسميني صوت الزمن الجميل. وصوتها حلو جدا يا جماعه. هنزل لكم مقاطع من الاغاني والله العظيم احنا في عز النار والحر والواحد ما بيعرفش يغني في الجو ده. وعاوزه اقول لكم على حاجه، احنا موجودين في السوق والدنيا زحمه وهي مش مركزه مع حد جدا، هي مركزه في اللي هي الاداء بتاعها، وصوتها حلو جدا، ولا في مايك ولا في محسنات صوت، وما شاء الله صوتها جميل. ولما نزلت الفيديو امبارح اللي هو الجمعه، ناس كتير قوي قالوا لي صوتها جميل جدا. وحابه برضه اعرفكم اكتر ان هي بتقيم حفلات شعبيه، اي حاجه عايزين تفرحوا بيها افرحكم. هي ست محترمه جدا وست من الزمن الجميل والله يا جماعه، وطيبه جدا. اشكرك. وبتحب تبسط اللي قدامها. انا والله عماله اقول يا رب الاقيها في السوق النهارده، وكنت عاوزه اتواصل معاها بس للاسف ما كانش معايا رقم تليفونها. قلت لي بتنزلي احيانا السوق تشتري شويه حاجات من صوتي، انا بالصدفه لقيتها. قلت لها انا مش هسيبك النهارده، اصور معاكي ونصور كام اغنيه كده من الاغاني بتاعت الزمن الجميل. طبعا. طب غني لنا حاجه بقى كده واحنا قاعدين مع بعض غير المقاطع اللي هنزلها ان شاء الله، وهسيب لكم رقم تليفونها اللي حابب يتواصل معاها في اول تعليق مثبت. غني لنا بقى حاجه شعبي، احنا غنينا ام كلثوم وصباح وغنينا لشهرزاد. غني لنا بقى حاجه شعبيه بقى من التراث الشعبي القديم بقى، الاغاني بتاعت زمان دي. طيب انا معاكي. يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ابو الغلابه يا ليل، زارع الحلو بكره راح تدوق منه، يا زارع المر الله صوتها جميل بكره راح تشوف منه، يعني الطريق العوج يبقى بلاش منه. بحب انسان وراني العذاب الوان، السن يضحك. شجعوها يا شباب، ايه رايكم؟ بصوا من بعيد ومميزين نبره صوتها. نرجع نكمل يا ماما هدى. انا حابه ان انا اخلي لكم الكادر عليها. عايزين حاجه شعبي كده فرايحي من الحاجات بتاعت الافراح بتاعت زمان. علي بقى صوتك معلش. ايه اعمل ويا الواد، النبي تقولي لي يا جده، ايه اعمل ويا الواد، حيرني في حبه يا جده، وبقالي من ده معدة. قولي يا جده انا في شده، قولي يا جده قولي لي ايه اعمل ويا الواد. ده اغنيه مين دي بقى؟ دي بدرية السيد النور يا سيدي الارسان. ده محمود عبد العزيز، وده قديم قوي ابيض واسود، بس ماشي هنسمعه. يا نجاب النور يا سيدي العرسان، يا سيدي العرسان يا قمر ومنور عالخشبان. يا نجف يا نجف يا نجف، حلو يا نجف، حلو ومدلع من يومك، اسم الله عليك مال ودومك، والدنيا دي عايمة على عومك، في خفافة الدم يا غصن تبان. يا نجف يا نجف يا نجف يا نجف، حلو يا نجف. صوتك جميل والله يا جماعه، صوتها حلو قوي. ورغم ان مش مساعد، احنا لتاني مره اقابلها في الشمس بصراحه في وقت الحر، ما تنزليش اخر النهار. شوف في عز الشمس. هو صوتي انا بقى عاوز تنزلوا من بدري. المره الجايه هجيب شمسيه. لا لازم احنا اسمرنا قوي. طب قولي لي يا ماما هدى، انت لو مثلا حد يعني هيحتاجك تبقي معاه في حفله فرح شعبي حنه، عينيا الاثنين. تسلم عينك. بتبقي لوحدك ولا معاكي فرقه؟ لا معايا حد بيطبله، معايا حد بالعود. معاكي عود ومعاكي حد بطبله؟ ايوه، واللي عايز اكتر ممكن نزود يعني.
وفي ناس محدوده وفي ناس على قدها وفي ناس كده. تمام، على حسب. ده بأقل مثلا ليله بتحييها في فرح شعبي، أيوة. تكلفه الليله دي تبقى كام بالناس اللي معاكي؟ والله زي ما يدفع. ما هو الناس برضو ليها اجر، انت هتسامحي في اجرك. انا برضو بس الناس اللي معايا وهم بيقولوا بقى، انا اذا كان عليا ما بدقش والله. يعني انت بتجمعي برضو الاسعار مع الناس اللي معاكي. أيوة. وهي صوتها اقسم بالله جميل جدا، وفي مقاطع هنزلها لكم صغيره، ومقاطع موجوده عندي على القناتين، القناه الكبيره ناديه النوبي والقناه الصغيره مع ناديه، وصوتها ان شاء الله هيبهركم. انا بموت فيك. ربنا يخليك يا ماما والله هدى. العظيم. نقول بقى ايه للمتابعين؟ كل المتابعين اللي بيبقوا بخل عليا في اللايك، نقول ايه؟ تحطوا لايك لمتابعين ناديه النوبي، حطوا لايك لمتابعين ناديه النوبي وشجعونا كده، وكل سنه وانتم طيبين وحضرتك بألف صحه وسلام. بمناسبه مولد النبي عليه الصلاه والسلام. كل سنه وحضراتكم طيبين يا جماعه بمناسبه المولد النبوي الشريف، يا رب يعودوا علينا وعليكم الايام بخير ويفتح حال بلدنا يا رب. يا رب. شكرا قوي لذوقك يا ماما هدى.